ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ كله في السنتراكس. لسه جاي من القهوه بعد ما كسبنا يانج افريكانز، فنشت المجموعه 12 نقطه. طول ما احنا صعدنا في المركز الاول يبقى احنا مش هنشم البطوله السنه دي. لازم طبعا نصعد بوجع بطن ومغص وتقلصات عشان ناخد البطوله، ويا رب يعني ما نقع مع فريق يلبس اصفر فازرق بيلعب دايما في البطوله الساعه 3 العصر، رقعنا 5 مرتين، فاللعيبه هتكون صايمه عشان الماتش ده يكون في رمضان. حرفيا مصطفى شوبير هيتدقر الماتش ده لو لعبنا الفريق ده، فيعني يا رب ما نقع معاه. المهم انا نزلت قريب، وطبعا لازم استحمى، لازم تستحمى، البس الحته اللي من على الحبل. والاهم من ده كله طبعا ان انا اتفرج على فيديو جابر النسر يعلمني فيه ازاي ان انا اخلي اي بنت تحبني وتقع في حبي. بعد كده ابدا رحله البحث بقى عن الحته اللي من على الحبل اللي انا هلبسها. فتحت بيجات الفيس ما لقيتش غير ستايلات العيال اللي بتعمل شعرها مولت وبتسوق تكاتك وبتلبس حاجات فيها ترتل ولمبيع. المهم فتحت بيجات الانستجرام بس 500 جنيه. طيب يا جدعان انا امشي عريان، انا مش هلبس، انا ما كنتش عايز البس اصلا، انزل عريان. الراجل ما يعجبوش حاجه. قعدت ادور كتير جدا وادور لحد لما ظهر قدامي امل على تايم لاين الفيس ان انا ممكن البس الحته اللي من على الحبل من غير ما ابيع انترنتنا. دهب امي، موبايل اختي، لابتوب اخويا. والشخص ده هو عادل المنشاوي. طب لما نقول الجاكيت البامب الكل يقول اذكر يا رب، لما نقول الجاكيت البامب الكل يقول اذكر يا رب، بنعرف للي يحب عورتنا بالدرك. المنشاوي هو راجل فاتح محل ملابس في منطقه العجمي في اسكندريه، بالتحديد منطقه ابو يوسف. بيبيع جميع انواع الهدوم حرفيا، جاكيت بامب تلاقي، هوديز بزعبيته من غير زعبيط تلاقي، سويت شيرتات تلاقي. ناقص بس ان هو يبيع بوكسرات ويبقى حرفيا قفل اللعبه. لا تقولي بقى الامبراطور ولا دايس ولا كوتونيل، هو عادل المنشاوي التوب. انت انقذت حياتي كده ازاي؟ علشان لابس بوكسر. عادل المنشاوي هتلاقي دايما راجل ابن سوق وبيشغل الناس فلوسها، يعني لو جاله 750 جنيه هيشغلهم لك. بصراحة أنا مكسوف منك، أنا معايا 750 جنيه وعايز أشغلهم. 750 جنيه؟ معلش. طب كملهم 1000 حد. اللي جه بقى معايا بقى. يا عم أنا أعمل معاك حساب. ربنا يبارك لك يا رب. صلي على النبي. لو جاله 1000 جنيه هيشغلها لك. يا حاج عادل أنا معايا 1000 جنيه وعايزك تشغلهم لي. أنت ابن حلال. الله يبارك لك. دلوقتي الحتة دي لسه جاية دلوقتي السبايدر الترند تكرار. تمام؟ بفضل الله كل الناس بتبيعها ب 250 وب 300، انت هتاخدها مني ب 100 جنيه بس. لو جاله 10 جنيه هيشغلها لك برضه. 10 جنيه مش بتجيب كوبايه قهوه، ولكن بفضل الله ابيع لك تيشيرت قطن محترم من سنه ل5 سنين ب 10 جنيه عندي بس. حرفيا ده الرجل الذي لا يقهر. يعني لو جينا نشكل حكومه هنخلي عادل المنشاوي رئيس، تحتيه فارس العصب وزير الداخليه، وجابر النسر وزير الدفاع، تحتيهم الشاذلي وزير التموين، مدام جيجي سفيره النوايا الحسنه. حرفيا لو دي الحكومه بتاعت مصر تبقى حرفيا مترو سيتي العالم. ولا بقى تقول لي دولار، ولا بقى تقول لي تعويم، ولا بقى تقول لي اسعار نار. وكمان عنده مواهب. هتلاقيه مثلا العيال اللي معاه دي، مره واحد بيقلد الافريقي، مره واحد بيقلد جلجل ابو جلاجل. جلجل ابو جلاجل، شاب جدع شاب رجوله، وتقول ما معايا الودي هتتضايقوا من وجودي. بيبيك جندي معايا الحاج عادل المنشاوي، راجل معايا المنشاوي. اكتر حاجه نفسي تحصل بجد ان عادل المنشاوي يخش بيف مع محمد البرعي، ودوت يحدف عليه جواكت بامب، يقوم دوت حادف عليه بلوتات وبوكسرات، هواك مغلبني واعشقك انا. يخلي جلجل ابو جلاجل المعلق ده بيف هيخلي بياعين الوكاله والعتبه ما يناموش. هيبقى بيف اجمد بيف اتعمل في الشرق الاوسط حرفيا. احب بس اقول لمحمد البرعي يا ريت يتجه للبوكسرات ويعمل لنا بوكسر يكتب عليه من ورا الكبير في البنطلون. بوكسر الكبير في البنطلون. بمناسبه جلجل ابو جلاجل، انا بحس جلجل ابو جلاجل ده اكنك جاي في حصه ثانويه عامه وعاملها على 2 اكس، والمدرس مش عايز يخلص، قاعد متذنب قدامه. الجديده كلها كلها جامده كلها صريح. خد الجناب يا مان والبس جاب. العب ايه الشباب كلها قاعده قدام العربيه. جرجل ابو جلاجل شاب كلها. لو يومك تصحى الصبح كده تنزل تروح عند عادل المنشاوي، تاخد لك الجاكيتين البامب والهودين السبايدر، بعد كده تتمشى على الكورنيش لحد ما تقابل فارس العصب تحت كوبري المشاة فيكتوريا، تعمل معاه واحد الاندومي بالفراخ اللي بتطلع الشطه. وماله يا عم الاندومي نعمه ورضا مش اكل عيشي. عايز افهمك على حاجه، اللي عمل خير من دراعه احسن من اللي عايش على خير بتاعه. ومثلي على نفسك لما تبقى تعرف تصرف على نفسك. ما تيجي نعمله واحد اندومي بالفراخ عشان انا مخنوق ومتضايق وعايز اعصابي ترتاح. كمل الفيديو لحد الاخر عشان هنحط برطمان الشطه ده كله عليه. يلا بينا. اختي جابت منك واحد اندومي وماتت بعديها، الله يرحمها ويسامحها. الحقيقه بقى من الميت
كلنا عمود. انا اهو عامل واحد اندومي عاكله وعمود بعديها هروح لها. بعد كده تجيب رجلك وتطلع لمحمد البرعي، تجيب لك بوكسرين واندرين لغايه ما تغلبني، تجيب في البنطلون. بعد كده تروح تظبط التدريجه، تلبس البدله وتقعد تسمع لايف سوسو الاردنيه وتشتم في ابوك كل يوم. الشارع اللي وراه ده انا راح اعمل لك محضر ابن فجر. بجد لو انت يومك مش كده روح لنفسك بجد، لان انت كده مش عايش. لازم بجد تروح تطور من نفسك وتخلي ده يومك. المهم في اخر الفيديو احب اقول يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب علشان اعرف اشتري كوبري اتسحر بيه، لان انا فقير، احنا ما عندناش هنا كباري لسه. ادعوا لي اتجوز انا وهي عشان لما اعزمكم على الفرح هاكلكم حته من الكوبري، حرفيا حته من على وش المسلح. ويا ريت يا ريت يا ريت محدش ينزل كباري في الصيام عشان الريق ما يجريش. وبس، يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.